ياك ضروري. الاسم ديالي جنى الحميد. موقف مديرية أكادير بوتنان. من الناس اللي طالتهم الأساتذة طالهم توقيف تعسفي انتقامي انتقائي من طرف وزارة التربية الوطنية بعد 3 أشهر من النضال، من واحد الشكل النضالي اللي كيكفلوا، اللي هو اضراب كيكفلوا الدستور الماده 29. بعد شهر من التوقيف حنا الان نجسد واحد الشكل النضالي اللي هو اعتصام لمده يومين مع مبيت ليلي. هذا الاعتصام جاء بعد انتظار ديال شهر كامل لتسوية الملف ديال الموقوفين. توقيف كان توقيفا عن العمل مع توقيف الأجرة. طبعا احنا اليوم في 5 فبراير 2024 تفاجئنا توقيف ديال الأجرة ديالنا اللي الأستاذ اللي كيعرف الجميع أنه موظف، والموظف عنده التزامات، عنده قروض، عنده مجموعه من الناس من هذا. الان وصلنا للمرحله ديال قطع الارزاق، وهذا كنا كننتظروا من الوزاره يكون واحد الحكمه، واحد حسن النيه اللي حنا ابديناها من خلال الرفع ديال الشكل النضالي استجابة للنداء، وطبعا من أجل إنجاح السنة الدراسية. نفاجأ في 4 يناير 2024 بتوقيفات انتقائية ردا على حسن النية ديالنا، وهنا كنعتبروه سوء النية من طرف الوزارة. الاعتصام ديالنا اليوم هو شكل نضالي اللي انتظرنا من خلاله تسوية هذا الملف. كما يعلم الجميع خرجنا من أجل نظام أساسي كان مجحفا، كان تراجعيا. خرجنا من الوظيفة العمومية. الوزارة فعليا اعترفت بأن هذا النظام الأساسي نظام غير مجحف وغير منصف بالنسبة للأساتذة وتراجعي، والدليل أنها قامت بتعديل مواد كثيرة كانت تضرب المدرسة العمومية، وكانت خرقا سافرا للحقوق ديال وتراجعيا للحقوق ديال الأستاذ. أنا أقول أن الوزارة ارتكبت خطأ بتوقيفنا. علاش؟ لأننا لسنا كنا مضربين جميعا. كما يعلم الجميع الإضرابات كانت شاملة وكانت بنسب عالية في المغرب، وصلت ل 93%. وإذا بنا نفاجأ أننا واحد الفئة ديال 545 موقوفة على المستوى الوطني. وهنا نجسد ديال الجهة، نجسد واحد الشكل نضالي للجهة اللي فيها 57 موقوف وموقوفة. نحن الآن كما ترون، ومن هذا المنبر كنحيي جميع الأستاذات والأساتذة، تنحيي كذلك المنابر الصحفية اللي كانت متضامنة وكانت في الموعد. أقول للوزارة، أقول للأكاديمية، لوزير التربية الوطنية، نحن سائرون في طريق النضال من أجل استرجاع المكتسبات. طبعا احنا تمنا مجموعة من المكتسبات جاءت اتفاقين، اتفاق ديال 26 دجنبر الأخير. ننتظر لحد الآن خروج النظام الأساسي. هناك تقاعس، هناك تراجعات، لأن النظام الأساسي كنا ننتظره في أوائل يناير أو في النصف من يناير، ولحد الآن لا أظن أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح.
الاتفاقيات التي كانت بين الوزارة والنقابات كانت فيها بعض المكتسبات، ولكننا كان المكتسبات ديالنا كانت الانتظارات ديال رجل التعليم غير كافية. من هذا المنبر أدعو الجميع، أدعو الوزارة إلى التعقل، التراجع عن هذه التوقيفات، لأنها توقيفات غير عادلة، توقيفات تعسفية، توقيفات اللي نشجبها كما يشجبها جميع الأساتذة والأستاذات. وتحية للجميع. أنا أستاذة متضامنة مع الزملاء الموقوفين والموقوفات. للأسف وصلت الأمور لهذا الدرجة، لهذا المستوى. لم نكن نتصور أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه. خرجنا جميعا نعبر عن يعني نفس المطالب. فعلاش واحد الفئة تظهرها وتتلعث شيء غير مفهوم. كلنا درنا إضرابات بنفس المدة، بنفس الطريقة وبنفس الشكل. شنو ما نفهمش الحكومة، شنو الرسالة اللي باغي توصل من خلال الوقفية مجموعة من الأساتذة. حنا كنتضامنوا معاهم تضامن مطلق لا مشروط. تحية ليهم والصمود ديالهم، حنا معاهم ماديا ومعنويا.